جاي تاني ليه يا صفوان؟ ما تبعد عني وتسيبني في حالي بقى. أنا جاي أقول لك حقك عليا يا أختي. أنا محتاج لك أروح. أنا أخوكي مش عدو. يا سلام، والمفروض بقى إني أصدقك؟ وكتاب الله جاي لك وقلبي صافي. أنا عايش في الدنيا لوحدي، حتى أبوك وأمك زعلوا مني بسببك. أنا تايه، عايز أصلح كل اللي فات. سامحيني واعملي يا ست ما بدالك، حتى جوزك مش هقول لك ابعدي عنه تاني. أنا اتهديت وعايز أبطل الحوارات الشمال. أنت بتتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. أنا تعبت واتهديت، ولو قلعت اللي في رجلك دي وضربتني بيها 1000 مرة أنا راضي. إن كان عليا نفسي ترجع لعقلك. أنا معرفش إيه اللي جرالك وحولك كده. الشيطان. الشيطان لعب بيا يا أختي، وعايز دلوقتي ربنا يهديني وغلاوتي ابن اللي تسامحيني. أبوس على إيدك يا روح. خلاص يا صفوان، سامحاك. وانا ايه ضمني ان انت بترجعش تعمل كده تاني؟ والله العظيم عمري ما هعمل كده تاني. أنا خلاص تبت. سامحيني. هنشوف. وعايزك تتوسطي لي عند مريم عشان ترجع البيت، والنبي كلميها. طب والنبي لا تكلميها دلوقتي، كلميها وتوسطي لي عندها. وغلاوة أخوك هي بتسمع كلامك وهتكبر لك. حاضر اكلمها. يخليكي ليها أجمل قلب ربنا خلقه. بقول لك إيه؟ فاكرة كوباية الشاي اللي كان زمان صفوان بيعملها لك واحنا صغيرين؟ فاكر. هعمل لك أحلى كوباية شاي. خليك انا اقوم اعملها. لا خليك أنت، بس كلمي مريم والنبي، وحياتي لا تكلميها. أنا هعمل الشاي وأجيلك. طيب. بتصل على مريم مش بترد، بس انا هبعت لها رساله. مش هسكت غير لما اخليكم ترجعوا لبعض. أنا حاسس إن أنا صغير وقليل قوي قدامك. بعد كل اللي عملته معاكي لسه بتمد إيديكي وعايزة تساعديني. انسى اللي فات خلاص يا صفوان. انا اختك واول واحده لازم اقف جنبك لما احس انك ماشي صح. ويا ريتني كنت اقدر اساعدك باكتر من كده. ربنا يبارك لك يا أختي. وزكي، فاكرة واحنا صغيرين لما كنا بنقعد نسقسق في البقسماط؟ كانت ايام. بقول لك ايه، انا عايزاك دايما تراضي ابوك وامك وما تزعلهمش تاني. طلباتك أوامر، اللي هيرضيك هعمله. اشربي. عزازي، يكون في معلومك اللعبة اللي انت بتخطط لها دي مش هتاكل معايا، واقسم بالله لو طلع كلامك ده صح لخليك تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. ولا تقدر تعمل حاجة يا منصور. منصور بتاع زمان بح خلص، لا جاه ولا مال. هقتلك يا عزازي، هقتلك. سيبوه سيبوه. ايه يا منصور، انت خلاص انت بقيت شبه مسدس الصوت، يعني كبيرك يتكامل بيك في الافراح وخلاص. روح روح يا منصور، ولا خلي رجالتي اللي حواليك دول يهينوا شيبتك اكتر ما هي متهانه.
ولا اقول لك ارجع لألمص، خليها سقط لك رجليك في شويه ميه سخنين بشويه ملح. اكبر غلطه عملتها في حياتي يا عزازي ان كان قدامي الفرصه ان انا ادفنك مكانك وما عملتهاش، بس ملحوقه. الايام بينا يا عزازي، الايام بينا يا رد السجون. ماليش حد غيرك يسمعني دلوقتي يا كابتن. بالله عليك اقعد. انا مخنوق، مش طايق الدنيا باللي فيها. انا عايز اقعد هنا ما اخرجش. اول مره احس احساسك. عايز القاضي يديني اعدام. حاسس ان الموت احسن بكتير من انك تعيش في كدبه تشقلب حياتك. على الدنيا دلوقتي في عينيا يا كابتن أضيق من خرم الإبرة. يمهل ولا يهمل؟ الكلام ده تقوله اللي ظلموه مش ليا. أنا ما ظلمتكش. أنا ضميري مرتاح من ناحيتك. يعلم ربنا أنا عملت ما يعمل في قصة بنتك هايدة الله يرحمها، بس ما قدرتش. ما يقدر على القدرة غير ربنا. بالله عليك أنا طالب منك طلب. لما تخرج يا كابتن خد بالك من ابني ومراتي. لسه مش عايز ترد عليا بعد اللي قلته لك. أنا وأنت ما ينفعش نتلاقى يا علي. مفيش كلام هيشفع لك، لا أنت ولا عيلتك عندي. أنا عيلة فيهم يعني. حاسبني على مين فيهم يا كابتن؟ حاسبني على عيلة منصور الجواري وإن ابنه، ولا عيلة عزازي وإن ابنه؟ ما تستغربش من كلامي ده اللي أنا سمعته دلوقتي. كانوا بيتخانقوا مين فيهم أبويا. مزاد اتفتح، وعلى عينك يا تاجر اللي يرفع السعر يشيل أكتر. بس عارف إيه الشيلة بقى؟ بني آدم اتلطم من وهو صغير، بيتقال له لقيط، مش عارف له أصل ولا فصل. فأنت حاسبني دلوقتي على أنهي عيلة فيهم؟ قول لي